ازيكم عامل ايه طلاب الصف السني الاعدادي؟ النهارده معانا فيديو جديد هنحل صفحه 118 119 120 التست ال 19 الترم الثاني عندنا كتاب المعاصر. اول حاجه عندنا في الامتحان بيكون موجود عندك جزء الليسننج، طبعا بيكون موجود في اخر الكتاب، وطبعا في الامتحان بيمليك الليسننج مره واثنين وثلاثه. انا حله قدامك. اول سؤال اللي هو people spending many years تبقى working، ناس بتقعد سنين بتتعلم او بتشتغل. طيب It's important to consider your إنك تحسن إيه skills المهارات qualification and personality والمهارات اللي عندك والمسؤولية. بعد كده عندك listening هيجيب لك جزء طبعا كتابة. What does some careers require؟ اللي عندك المهنة تتطلب إيه؟ skills مهارات and years of university study وسنوات طبعا مذاكرة في الجامعة. تاني سؤال what does other career depend on؟ الكارير التاني او الكارير الاخر بيعتمد على ايه؟ training and experience، يعني ممكن في كارير يحتاج تدريب وخبرة. what should students think about in the future؟ بيفكروا عن المستقبل. job opportunities اللي هو ايه؟ فرص الوظيفة. طيب نخش على تاني حاجة عندنا هو اللي تشوز. اول حاجة بيقول to get the adjective from the word natural to add the suffix هنزود لها al اسمها natural، نزود لها al. ذا انتونيم عكس كلمة ذا وورد بيوتيفول. بيوتيفول يعني جميل، احنا عايزين نجيب عكس جميل، هتكون عندنا ugly اللي هي قبيح. رقم 3 means relate to be mind and thinking، بقول لك انك تفضل يقظ وبتفكر كويس، طبعا دي اسمها mental يعني عقلي. emotional دي يعني مشاعر. طيب رقم 4 through smart learning students not idea نقط الافكار in an interactive way بطريقة رائعة. اسمها يكتشف الافكار اللي هي explore ideas، يكتشف الافكار اللي هي الرائعه. هكتبها انا هكتب. طيب نكمل مع بعض. بيقول لك read and complete، اكمل الايه القطعه المفرغه عندنا بيقول one day a farmer saved a small bird from the danger and set it free. بيقول لك في يوم في فلاح قدر ان هو يحافظ على اي طائر صغير من الخطر، وبعد كده ايه سابه يعني حر تاني مره اخرى يعني. late the bird returned الطائر رجع تاني as a young man who showed not by him شافه on the farm في المزرعة. بقول لك شاف ايه الراجل في المزرعة، يبقى ايه عندنا كلمة graduated اللي هي الاختيار الأول عندنا، يبقى دي رقم 1 graduated. بيقول لك he asking the farmer for to promise never to ask about his، قال للفلاح ان هو يوعد ان هو ما يقولش عن ايه، طبعا ما يقولش عن الماضي اللي هو ايه الماضي بتاعه، كلمة الماضي اللي هو past. طيب نكمل. afterwards the farmer broke his، بعد فترة الفلاح كسر ايه؟ كسر الوعد الايه او خلف الوعد اللي هو قال له عليه، يبقى promised اللي هو الوعد. طيب بعد كده عندنا بيقول the not young man disappeared، الولد الصغير ده اختفى اللي هو كان جاي. and the farmer learned to always note his words، الفلاح اتعلم ان هو بعد كده ان هو كلماته، طبعا ان هو يحافظ على كلماته تبقى كلمة keep اللي هو يحافظ على او يحافظ على الاسرار يعني. طيب نكمل مع بعض. عندنا بعد كده سؤال القطعة بيقول choosing a job today is not just about getting a salary it also about finding work that matches a personal skills and interests. بيقول لك انك تختار وظيفة دلوقتي مش مجرد انت بتدور على سالري يعني ربح او المرتب يعني. it's about هو بيكون find work تجد الايه العمل، matches يعني يناسب personal skills المهارات الشخصية بتاعتك and interests واهتماماتك. every job كل وظيفة needs certain abilities بيحتاج طبعا ايه قدرات، كل وظيفة هتحتاج قدرات ليها. teacher need communication المدرسين بيحتاجوا طبعا تواصل. patience الصبر and the ability to explain بيحتاجوا القدرة على الشرح. ideas clear الأفكار بوضوح. doctors must have strong medical knowledge and be able to make calm decision during emergency. بيقول لك الدكاترة بيحتاجوا طبعا ان هم يكون عندهم معرفة بالطب قوية، وان هم يكونوا هاديين هم بياخدوا قرارات في الطوارئ. engineer require creativity and problem solving، بيقول لك المهندسين بيحتاجوا طبعا الإبداع وحل المشكلات. scarce to design new system هم يعملوا تصميمات جديدة
and improve technology ويحسنوا التكنولوجيا. because the world is changing quickly. طبعا بيقول لك بسبب ان العالم بيتغير بسرعه. workers must continue learning new skills. لازم الناس تفضل ان هي تتعلم مهارات جديده throughout their career عبر الكارير بتاعها. new تكنولوجيا جديده working methods وطرق الايه الجديده and tools appear every year. في كل سنه بيظهر ادوات جديده. and employees اللي هي الموظفين must adapt. الموظفين لازم يتكيفوا على ايه بقى to stay successful عشان يكونوا ناجحين او يبقوا ناجحين. A good job is the one of the allows a person to grow, learn and feel confident. بقول لك الوظيفة الكويسة طبعا بتسمح لك ان انت تكبر وتتعلم وتكون واثق من نفسك. in the skills المهارات they use daily بتستخدمها كل يوم. when people choose a career that suit their strengths they are more likely to enjoy their work and perform well. بيقول لك الناس اللي بتختار المهنة الصح بتاعتهم بيقول لك حياتهم بتكون أسهل وأحسن وبيستمتعوا بالعمل إيه ويأدوا كويس. أول سؤال why do workers need to keep learning new skills. بيقول لك ليه العمال لازم يفضلوا يتعلموا مهارات جديدة؟ بسبب قال لك إيه because أهو ده اللي هو الإجابة رقم إيه because tools and methods change. بسبب إن الطرق والأدوات بتتغير كل فترة. which skill is important for engineer. ايه المهارات اللي بيحتاجها المهندس؟ طبعا بيحتاج creativity الابداع and problem solving ان هو يحل المشكلات. طبعا حاجه مش عارفها ارجع للقطعه تاني دور عليها. طيب what makes a job more just than just a way to learn money. بيقول لك ايه اللي بيخلي الوظيفه ان هي مش مجرد فلوس. قال لك فوق عندنا اهوت قال لك اهو not just about getting salary it's also ايه بقى. قال لك اهو about finding work that matches a person's skills and interests. دي الإجابة بتاعتك. يبقى دي إجابة السؤال رقم 3. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول عندنا give an example of job and the skills needed for. بيقول لك ادينا مثال لوظيفة تحتاج للمهارات. تعال نشوف أي وظيفة عندنا مثلا وليكن ممكن نقول engineer المهندس require creativity and problem solving لحد كلمة problem solving. وممكن نقول system and improve technology. تعال نظبط الخط بتاعنا اهو. يبقى دي سؤال رقم 4. طيب نكمل مع بعض. بيقول why is adapting to change important in the workplace. بيقول لك ليه التكيف مهم في العمل. طبعا قال لك اهو adapt to هتقول ليه بقى to ايه stay successful عشان تبقى ناجح. ودي إجابة السؤال رقم 5. طيب نكمل مع بعض. بعد كده نخش على الستوري القصة عندنا. بيقول موجلي used fire to drive away the wolves. يعني موجلي استخدم النار عشان يبعد الذئاب. طبعا غلط كان عشان يبعد شريكان. يبقى أول سؤال عندنا false. طيب Barlow realized that many wolves no longer saw him as one of their own after defeating شريكان. يقول لك بالو أدرك إن الذئاب ما عادوش بينتموا ليه أو شايفين واحد مش منهم. طبعا هو قصده هنا طبعا هيكون موجلي فالإجابة هتكون خطأ يبقى فولس برضه. طيب شريكان سيت اتراب تو كيل موجلي. شريكان عمل فخ عشان يقتل موجلي. طبعا صح تبقى ترو. موجلي جرو اب رانينج ويز ذا اوكسن. موجلي كبر بيجري وسط طبعا اسمه الاوكس اللي هو طبعا اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم الثور. طبعا غلط تبقى فولس. يبقى اول 2 فولس بعد كده ترو وفولس. طيب نكمل عندنا بقيه الاسئله القصه. بيقول لك هو بيجين موجلي از تريننج. مين اللي كان بيدرب موجلي؟ طبعا بالو. Why did Mowgli think that his fate might be away from the pack. يقول لك ليه موجلي أدرك إن هو هيكون بعيد عن الذئاب عن القطيع بتاع الذئاب. قال لك because many wolves no longer saw him as one of him. ما عادش شايفين إن هو واحد منهم. طيب نخش بعد كده ست الري رايت. she missed the British so he felt sad. عايزين نحط كلمة because. طبعا اول حاجه هنعملها دوت رابط بيجي وراه السبب وقبله النتيجه. هنشيل الرابط ايه سو وبعد كده نشقلب الجمله. هنقول ايه بقى شي هنقول شي
بعدها هنقول كلمة إيه felt sad because بسبب. بعدين نقول she missed the party. طيب السؤال اللي بعده، يبقى هي بتقول she felt sad because she missed the party. نكمل تاني سؤال عندنا في الجرامر، بيقول لك روان is still doing her homework yet. عندنا كلمة yet طبعا زمن المضارع التام من علاماته بتيجي في آخر الجملة المنفية، يبقى هنقول روان. طبعا روان دي تاخد have ولا has؟ طبعا تاخد has. طب احنا عايزين ننفيها تبقى اسمها hasn't. روان hasn't. بعدين ممكن نقول كلمة hasn't finished وأنا أعرف ليه دلوقتي وأفهمك. finished her homework. في الآخر نحط كلمة yet. طيب حلو. طب إحنا ليه جبنا كلمة finished؟ تعال نشوف كده معنى الجملة، بيقول لك روان لسه بتعمل الواجب. معنى كده إن لسه إيه ما خلصتش، يبقى روان hasn't finished لسه ما خلصتش الواجب بتاعها لحد دلوقتي. طبعا يت بتيجي في آخر النفي. طب ممكن أقول روان hasn't done her homework؟ صح، يعني ممكن لو أجيب التصريف بتاعت من كلمة doing خليها done. يبقى روان hasn't done her homework yet لسه ما خلصتش الواجب لحد دلوقتي. طيب الجملة اللي بعد كده عايزين نحط when والدبليو عندنا سمول هتيجي في نص الجملة. يبقى أول حاجة هشيل الرابط إيه وايل. طب هنا هتيجي في النص هنشقلب ولا لأ؟ قال لك لأ مش هنشقلب مش محتاجة. يبقى هنكتب وين في النص وهنكتب الجملة الأولانية عادي اللي هي الماضي الإيه؟ المستمر اللي هو I was thinking in the desert when I got lost. لأن when بيجي وراها ماضي بسيط الناحية التانية ماضي مستمر. طيب بعد كده عايزين نحط كلمة for. حلو. هنسيب الجملة زي ما هي وكلمة since هنشيلها اللي هي since last دي هنشيلها خالص. طيب يا مستر هنحط إيه؟ هنحط for نكتب كلمة for months. واحد هيجي يقول لي يا مستر في الكتاب كان اسمها ذا لاست، يعني اقول ذا لاست مانث ماشي، بس خليك في الاحسن عشان تبقى مضمون تقول فور مانثs وخلاص لمده شهر. طيب نكمل بعد كده عندنا كومبليت ذا دايلوج. عادل اند هاني ار توكينج اباوت ذا فيديو جيمز بيتكلموا عن العاب الفيديو. عادل many people think video games are just for fun. الناس بتفكر العاب الفيديو ليست مجرد الا طبعا للمتعه. but scientists believe games can make you smarter. بيقول لك العلماء بيقولوا ان الايه الالعاب هتخليك اشطر يعني او انت تكون ذكي اكتر. قال له ريلي حقيقي هاو كان نوت هيلب اس، ايه اللي ممكن يساعدنا في ذلك؟ وهو بيتكلم ايه الالعاب اللي تساعدنا. يبقى نكتب كلمه العاب يعني ايه جيمز. طيب حلو. قال له كرييتنج جيمز يعني العاب الايه العاب الايه التفكير لايك بازل زي الايه البازل اللي هو بتقعد تحل الايه المكعبات. اند برين تريننج جيمز امبروف ميموري بيساعد انك بتحسن الذاكره. عند نوع سولف سكيلز. اسمها نوع سولفنج اسمها بروبلم سولفنج اللي هي حل المشكلات، يساعدك انت تحل الايه المشكلات. تمام. يبقى ده تعبير عن بعض اسمه بروبلم سولفنج. يبقى بروبلم سولفنج سكيلز اللي هو حل المشكلات. قال له ذات ساوند يوسفول هذا يبدو مفيد. سو تيتشر اكشلي يوزد جيمز ان بيستخدموا قال لك في مدرسين بيستخدموا الالعاب فيه طبعا في المدرسه او في الفصل. ممكن نقول كلاس. قال له يس بات اكسبيرتس الخبراء قالوا وورن ذات حذرونا نوت اول جيمز ليس كل الالعاب ار ايه ليس كل الالعاب مثلا مفيده. يبقى نكتب مثلا ايه يوسفول. او ممكن نقول كلمه educational معناها اللي هي تعليمي. ليس كل الالعاب تعليميه. ليس كل الالعاب تعليميه. كده وصلنا لحد